السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه النهارده هعمل معاكم مكرونه بالصوص الابيض او الوايت صوص. شايفين الطبق جميل ازاي قدامكم، وطريقه سهله مش هتاخد مننا 5 دقايق، وكلها مكونات موجوده عندك في المطبخ. هعملها لك بدون بصل او توم. لو انت اول مره تشوفي قناتي يسعدني ان انت تشتركي معايا وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نتابع المكونات مع بعض ونشوف هنعمل ايه. مكونات معانا: معلقتين دقيق، مكرونة قلم، معلقتين سمنة عادي، كوبايتين لبن، جبنة رومي مبشورة، وفلفل عشان الزينة. يلا نبدأ مع بعض. هنخش المطبخ ونشوف هنعمل ايه. هنا هنبتدي نسلق المكرونة. حطينا مية وملح وزيت وسيبناها تغلي، ونزلت بالمكرونة. هنغطيها دلوقتي ونسيبها تستوي وارجع لكم تاني. المكرونة هنا استوت يا حبيبتي، بسم الله ما شاء الله، مش متعجنة ولا حاجة. هبتدي اصفيها بقى ونعمل مع بعض الوايت صوص. نبتدي مع بعض نعمل الوايت صوص. نجيب حلة صغيرة او كسرولة، ننزل بالسمنة، طبعا النار مولعة. هتسيب السمنة تسيح شوية وتسخن معاكي. هننزل بالدقيق ونقلب عشان بينحرقش معانا لغاية ما يوصل لدرجة اللي هي اللي انت شايفاها كده، مصفر شوية كده. هننزل باللبن بقى عليه شوية شوية، منزليش المقدار كله مرة واحدة، ونبتدي نقلب عشان هيبتدي يتقل معانا. خلي بالك الوصفة دي تحفة جميلة جدا، جربيها وهتدعيلي ان شاء الله. بيتقل معايا اهوت زي ما انت شايفة كده. قلبي عشان ما ينحرقش منك. طبعا تهدي النار، ما تسيبيهاش عالية. نزود شوية لبن كمان، وافضلي قلبي برضو. ننزل بالتوابل، رشة فلفل اسود، رشة كمون، رشة بهارات 7 بهارات، والملح على حسب الطعم. دوقي الصوص اللي انت بتعمليه واظبطي الملح على حسب ما بتحبي. بدأت تتقل معانا اهي، جميلة بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. عايزة القوام ده ماشي، عايزة تزودي كمان لبن ماشي. انا شايفة ان احنا نزود لها شوية لبن كمان. ننزل بالجبنة الاول. الجبنة على حسب الرغبة، لو مش عايزة تضيفي جبنة عادي بتبقى طعمها جميل برضو من غير الجبنة. وننزل بشوية لبن خفوا شوية بس عشان هو تقيل قوي. ونقلب. وبكده الوايت صوص جاهز معانا. نبتدي نغرف مع بعض. معايا هنا جبنة مبشورة وفلفل عادي احمر واخضر. لو انت عندك الوان عادي ما فيش مشاكل، ما عندكيش خالص مش مشكلة. هي من غير الجبنة ومن غير الفلفل طعمها تحفة جميلة. جربي واكتبي لي بس في التعليقات لو جربتيها، ان شاء الله هتدعي لي. هننزل بالصوص. انا شايفة ان قوامه كده حلو. لو انت عايزة تخففيه شوية زودي اللبن، لو عايزة تسيبيه كده عادي مفيش مشاكل زي ما احنا عملناه في الفيديو. طعمه تحفة بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. نبتدي بقى ننزل بالجبنة عليها. دي اختياري حبايبي. والفلفل
ويبقى كده جاهز معانا أحلى طبق مكرونة وايت صوص وأسرع طبق. ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.